يلا نكمل مع بعض السلسلة التعليمية الخاصة بالفرش. احنا عرفنا انواع الفرش، اشكال الفرش، استخدامات الفرش. النهاردة بقى حسب طلبكم هرشح لكم اكتر من براند ومجموعة فرش اللي انا بحبهم وبستخدمهم على طول. هحاول اشوف تقدروا تجيبوهم منين دلوقتي وسعرهم وصل لكام، واعرض لكم كمان الصور بتاعتهم، يعني عشان تشوفي المجموعه متكونه من فرش ايه بالظبط، لان ممكن يكون المجموعه في حاجات ما عرفتش اجمعها لكم دلوقتي، يعني فرش ضايعه مني. اولا الفرش الحاجه الوحيده اللي هقول لك هاتي منها كوبي عادي، لان احنا بنحط بيها الميك اب، مش هي الميك اب اللي بيدخل جوه بشرتنا وبيتحط عليها، فاساسي ان الميك اب بتاعك يبقى اوريجينال. اوعي تجيبي حاجه منه كوبي، هاتي براندات متواضعه يبقى سعرها كويس بالنسبه لك، هاتي حاجات دراج ستور عادي، لكن ما يبقاش اسم كبير تجيبي التقليد بتاعه بسعر بسيط جدا وانت مش عارفه مصدره ايه ومعمول فين وازاي، وده اللي هيأذيكي. لكن الفرش احنا بنحط بيها الميك اب فعادي، طول ما الفرشه انت الشكل بتاعها محتاجاه، المجموعه دي سعرها كويس بالنسبه لك، الشعر بتاعها كويس مش بيقع، بتسهل عليا وانا بستخدمها، والشكل النهائي بعرف اطلع منها فينش حلو، فايه المشكله لما نجيبها كوبي؟ عندك الحاجات بتاعت بي اتش الكوبي حلوه، مجربه منها طقمين، انا دلوقتي هوريكم 4 اطقم مرتباهم من الاقل لحد احسن حاجه في الاخر. دول اللي عاده بستخدمهم ومعايا من فتره كبيره، فعشان كده برشحهم لكم. في حاجات جايباها جديد لسه بجربها، فدول انا غسلتهم كتير جدا وعايشين معايا وفيهم تنوع. اول طقم هو ده، طبعا هو مش كامل زي ما اتفقنا، فيه فرش ناقصه، ف كان 5 تقريبا فرش وش على 5 أو 7 فرش صغيره. عيب الطقم ده وده اللي مخليني ابدا بيه ان هو اقل حاجه، انه ما فيهوش فرش دمج صغيره توزعي بيها الاي شادو للعين او كده. في اشكال تانية في تنوع شويه، وفي فرش حواجب وفي بنسل وكده، ولكن ما فيهوش فرش دمج. ده اللي هو البي اتش اللي لونه اصفر، اللي الخشب بتاعه لونه اصفر في ذهبي كده. ده تاني طقم من بي اتش برضو، بس هتلاقوه اللي لونه ابيض. تمام، ده شكله. في فرشة دمج للعين، فرشة او 2 مش فاكرة بالظبط. في فرش حواجب، في بنسل براش. اللي مضايقني بس فيه ان في تكرار شوية للاشكال، يعني بصوا مثلا الاتنين دول شبه بعض بالظبط، يمكن دي اكبر سنه وهكذا. بس انت لو لاستخدامك الشخصي وتجيبي طقم زي ده فيه 10 12 فرشه، هتعرفي تطلعي منهم لوك كامل عادي جدا، ومش تبقي عايزه اكتر من كده يعني، وسعرهم كويس. الطقم الاقرب لقلبي من منجي، مش عارفه بنطق الاسم صح ولا لا، هحاول اسيب لكم برضو التفاصيل هنا. الطقم ده كله فرش صغيره، وده عيبه ان اللي عايز او محتاج فرش للوش وفرش كبيره، لا الطقم ده مفيهوش ده، وانا كنت جايباه عشان كده، كنت عايزه فرش صغيره وفرش دمج كتير، فمفيش اكتر من كده هنا. عندك مثلا فرشه الهايلايتر، عندك السبولي، والفرشه بتاعه الحواجب ممكن ترسمي بيها ايلاينر. الفرشه الانجل دي تقدري يعني توزعي بيها عادي اي شادو، تقدري تعملي بيها كونتور المناخير، بحبها قوي. عندك الفرشه مثلا دي للالوان الشمري، كل دي فرش دمج للعينين. سعره كان حلو جدا، غسلتهم كتير قوي، الكواليتي بتاعت الشعر جميله، ما جراش ليها اي حاجه خفيفه وانا بستخدمها في ايدي، وبتطلع الشكل حلو قوي. نيجي بقى للكينج، لو انت البادجت بتاعتك تسمح انك تجيبي طقم فرش اكبر شويه واحسن شويه، هاتي بقى بتوع جيسم، تحفه التحف. ده هتلاقي بقى فيه كل حاجه، كل حاجه تتخيليها. في فرش كابوكي كده، تمام. عندك فرش بقى للوش، للباودر، تمام. فرش صغيره برضو مضغوطه، هايلايتر بقى او بلاشر. جبت لكم بقيه الطقم. بصوا، فرش دمج، فرش حواجب. فرش الدمج اشكال واحجام مختلفه، في بنسل براش، فرش مضغوطه، فاهمين قصدي؟ الفرش بتاعت الشمر زي دي. فهو طقم متكامل، يعني ممكن تجيبي طقم واحد، بس هو مشكلته ان هو سعره ممكن يبقى غالي شويه عليكي، بس هتريحي نفسك وفيه كل حاجه. لو انت حابه بقى حاجه من الحاجات اللي فاتت، انت حاجه عمليه مش محتاجه اكتر من الكام فرشه دول، فتمام. وفي بقى حاجه صغيره هقولك عليها، وهي انك ممكن تجيبي اشكال معينه للفرش تكوني محتاجاها وبس ناقصه عندك في الطقم، ينفع تجيبيها لوحدها طبعا من اي محل، بس في فرش معينه بجيبها من مكاتب الرسم حلوه جدا، الا وهي فرش الايلاينر مثلا. يعني عندي دول دلوقتي جمعت لكم، يعني دي فرشه ايلاينر
كبيره شويه، ودي صغيره تحفه، اقدر اتحكم زي ما انا عايزه، مدمع عين بقى، اتحكم في سمك الايلاينر. الفرش دي يعني حاجه بروفيشنال وحلوه جدا مع الجل، مع ان انا ارسم بيهم تحفه. في دي برضو كنت بوزع بيها ولذيذه. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن غسيل الفرش، كل حاجه بقى محتاجين نعرفها، وده هيكون اخر فيديو في السلسله التعليميه دي الخاصه بالفرش. لو عايزين تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، البلاي ليست اللي عندي في القناه، في بلاي ليست اسمها كورس على الماشي، هتلاقوا فيها الفيديوهات دي وفيديوهات تانية كتير فيها حاجات تعليميه للميك اب يعني تعرفيها من اللي انا بقولهم في الكورسات وكده. ولو في اي حاجه تانية محتاجين برضو تعرفوها اكتبوا لي في الكومنتات، وانا في اقرب وقت هحاول اعملها لكم. شكرا.